حياكم الله أحبتي المتابعين. اليوم خلينا نحكي عن السرقة اللي صارت بقضاء الحمزة الشرقي وطريقة التنفيذ ووقت التنفيذ وقيمة الذهب المسروق وشلون هذول اجوا بهذه الطريقة. من خلال الفيديوهات اللي نشرت ومن خلال الفيديوهات اللي جاي تشوفونها قدامكم، دولة مأمنين المكان ويعرفون حق المعرفة ويعرفون انه هذا المكان ما بي حماية حقيقية فعلية موجودة، لا يعني مفارز ولا دوريات. بالتالي اجت السرقة صارت بيش الساعة من 5 إلى 6 الصبح. من الانتشار مالتهم مثل ما جاي يشوفون بالفيديو، طريقة الانتشار يعرفون المكان، حافظينه، يعني حافظينه إلى أبعد الحدود، وخصوصا انه هذا المكان مو مثلا طرف الولاية بعيد، هذا مركز المدينة، مركز مدينة قضاء الحمزة الشرقي، أهم شارع تجاري بهذا القضاء، بحيث أنه هو يجي بال6 الصبح أو بال5 الصبح يطبق سيارته على حسب الأصول، ينزلون 5 ينتشرون بالمكان، 2 يفتحون القفل والأمور طبيعية كلش طبيعية. يدخلون، شوف طريقة دخول بكل هدوء، حافظ المكان يعرفه، بحيث أنه هو جاي يخلي الذهب بطريقة يعني على أعصابه هذا 100%. يخلي يترس له قونية ومن بعدها يترس له علاقة من الذهب ويطلع. وقت السرقة الساعة من 5 إلى 6 الصبح، يعني النهار، يعني لو بالليل تقول بيها بابا، بالليل يجوز نقول بالليل ما حد شافه، لكن بالنهار دلالة على أنهم يعرفون المكان، حافظينه. نقطة 2، قيمة الذهب اللي باقوا، يعني حسب ادعاء اللي هم المعنيين هو تقريبا 1.5 مليار. هذا مبلغ ضخم. النقطة الثالثة، السيارة شلون دخلت، منين دخلت، شلون طبقت. لهذا اليوم القوات الأمنية احنا نريد صراحة، لأن هذا الفيديو وهذه السرقة وبمركز المدينة صراحة مو حلوة بحق القوات الأمنية أبدا. كل قيادة شرطة الديوانية هذا الموقف مو حلو بحقه. بالنهار تنسرق بهذه الطريقة مبلغ أو مجوهرات بقيمة 1.5 مليار، هاي كانت. فاليوم نشد على القوات الأمنية أولا أن يكون لها موقف حقيقي، متابعة الجنات، معرفة منين طبوا ذولا، شلون طلعوا، وين وصلوا. وأنا متأكد أنه هذه قواتنا الأمنية يقدرون يوصلوا ويجيبوهم، لكن يحتاج لهم صراحة عمل أكثر. وهذه دعوة أيضا لخلية الصقور ولكل القوات الأمنية وخصوصا وزارة الداخلية، الجهد الاستخباري، أنه تكثف جهوده، لأن هذه السرقة صراحة بوضح النهار وبمركز المدينة صراحة شيء معيب، دلالة على ذولا يعني متمكنين، يعني شلون نقول، مستاهدين الوضعية بهذا المصطلح الشعبي، مأمنين، ما عندهم أي مشكلة، يعني يعرفون المكان وياخذ ويمشي بكيفه. فهذه دعوة أولا لوزارة الداخلية، للسيد الوزير ولخلية الصقور، أن يكون لهم موقف، والوصول للجنات والقبض عليهم وإظهار قوات أو إظهار الصورة الحقيقية للقوات الأمنية اللي هي إن شاء الله ماسكة وقادرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.